إذا استغنى بالقرآن عن الغناء فذاك ما نبغي، فذاك الذي نبغي. إذا بقي الأمر كذلك قلت له آتيك بصوت عذب لمنشد ينشد وحده من غير بطانة، من غير بطانة، مثل الشيخ محمد عمران، مثل الشيخ كامل يوسف البهتيمي، مثل الشيخ طه الفشني، ينشد لك قولا لأبي العتاهية، قولا أو شعرا لأبي العتاهية، أو شعرا لأبي القاسم السهيلي، يا من يرى ما في الضمير ويسمع. إذن هذا الشيخ كانت هناك حلقة للقرآن فغيرها وجعل بدلها حلقة للقول أو للتغبير أو للإنشاد أو للسماع ورفع الأصوات. فقال له بعض التلاميذ لشيخه: ولما غيرت حلقة القرآن؟ فقال الشيخ للتلميذ: لا يفلح تلميذ يقول لشيخه لما. لا يفلح تلميذ يقول لشيخه لما. قال الذهبي: لا يفلح شيخ لا يقبل أن يقال له لما. لا يفلح شيخ لا يتبع الكتاب والسنة. لا يفلح شيخ يعتقد أن كلامه معصوم. فأرجع عليه عدم الفلاح، وأنه هو الجدير بعدم الفلاح ليس التلميذ. التلميذ على حق لما قال لشيخه لما. علاش تجيب دير الأناشيد مكان القرآن؟ هذا الشيء اللي قال التلميذ، قالوا ما ديرش الأناشيد بلاصة القرآن. فيوجد هذا الخط راه من قديم ماشي جديد، أن قوما جعلوا الأناشيد وتركوا القرآن.